بقولك ايه؟ خلينا متفقين ان الحياة عبارة عن رحلة، فترة مؤقتة بنعيشها. هنمشي منها امتى وهنمشي ازاي محدش عارف. بس خلينا دايما نفكر بطريقة ايجابية، ان واحنا في الرحلة دي نسيب بصمة لينا ولكل اللي حوالينا، بالحلو وبالخير مش بالوحش. خلينا دايما نبقى ناس ايجابية، ناس بتقود اللي حواليها للفرحة والسعادة. ما نبصش ابدا لنص الكوباية اللي ناقص ونقول ده انا ناقصني ده مخليني مش فرحانة او مش مبسوطة. ما نبصش للحاجة اللي بتضايقنا وبتوجعنا ونفضل مركزين عليها. عايزين دايما نبص على الحاجة الحلوة اللي في ايدينا حتى لو كانت قد كده. من ورا الحاجة دي الصغيرة ممكن نلاقي بصيص امل يخلينا نفرح وننبسط ونرضى بالحاجة اللي عندنا، حتى لو هي مش راضيانا وحتى مش هي اللي كنا نحلم بيها او بنطمح بيها او بنتمناها. دايما ما نبصش على الحاجة الناقصة، نبص على الحاجات الكتير الحلوة اللي ربنا معوضنا بيها ونشكر ربنا عليها، ونقول له بس ربنا يباركها ويخلينا دايما سبب فرح وسعادة لكل اللي حوالينا. ما نبقاش سبب كسرة ووجع. الكلمة اللي بنخرجها من بقنا نبقى مركزين فيها كويس قوي، هي رايحة فين وجاية منين. لان ممكن نبقى بنقولها كده عادي، او نقول ان احنا بنهزر، لكن ما بنبقاش عارفين الكلمة دي ايه تأثيرها على الطرف اللي قدامنا، وممكن توجعه ازاي، خاصة لو الطرف ده كان فعلا موجوع ومكسور، او جواه حاجة ألماه ومخليه مش قادر يستحمل حتى الكلمة ولو بهزار. خلينا دايما مصدر تشجيع وقوة لكل اللي حوالينا، نبقى مصدر فرح. افرح قوي لما تيجي سيرتك ويتجاب اسمك في وسط اي قعده ويتقال عليه ياه ده شخص محترم، ده ابن حلال، ده عمل معايا وعمل وعمل وعمل. خلي الناس تفتكرك بالخير، لان كلنا ماشيين محدش قاعد، لكن الحاجه الوحيده فعلا اللي هتقعد هي سيرتك الحلوه، اسمك الحلو، الذكريات الحلوه اللي انت بتعملها، الخير اللي انت بتعمله في طريقك وفي سكتك اللي انت ماشي بيها. خلينا نكون ناس ايجابيه مفرحه وسعيدة وراضية بكل اللي عندها. لو جوانا حزن أو ألم أو وجع من اللي حوالينا، نحاول إن احنا نسامح ونعدي. حتى لو ما قدرناش ننسى، هننسى ايه ولا ايه؟ الوجع بيبقى جوانا ومحفور، صعب ان احنا نتغاضى عنه. لكن اللي هنحاول ان احنا نعمله ان احنا ما نقفش عنده، نحاول نتعداه او نتناساه. مش هننساه لكن هنتناساه علشان نقدر نكمل، ما يبقاش الوجع ده هو اللي موقفنا وهو الحيطة الحاجز اللي ما بين الفرح والسعادة. ما نخليناش في نفس النقطة. خلونا نسامح ونعدي الأيام لأن الأيام صعبة. ومش معنى إني أسامح إني أضطر أتعامل مع الشخص اللي أذاني، لأ، أنا ممكن أسامحه وأطلقه، لكن أنا من جوايا غفرله وعايزة أبقى لما أشوفه ما افتكروش بالوحش، افتكره بالخير، لكن اطلقه. مش بالضرورة ابدا اتعامل معاه، لكن يكفي ان انا من جوه مسامحاه، مدية تسامح. خلونا علاقتنا دايما حتى لما بننهي العلاقات يبقى فيها احترام، يبقى فيها تقدير. ما اعتقدش اي عشرة عشرناها مع اي بني ادم كل اللي فيها كان وحش، اكيد كانت فيها حاجات حلوة. خلونا نفتكر الحلو وننسى الوحش. الايام موجودة النهاردة احنا فيها، بكرة محدش عارف مين موجود ومين مش موجود. فخلونا دايما نفتكر بعض بالخير، ولا ايه؟